السلام عليكم. كم جملة كده بنسمعهم كتير كلنا، مش بس المنتقبة يعني، بس بالأخص المنتقبة. أول ما بتلبس النقاب: ايه يا بنتي اللي عملتيه في نفسك ده؟ انتي لسه صغيرة. ولسه صغيرة دي حط تحتها بند يعني مش شرط تبقى هي لسه صغيرة، أي سن عندهم قبل الجواز بتبقى انتي لسه صغيرة. طب مش كنتي السنة ما تتجوزي؟ طب ما محدش كده يعرف يتقدم لك؟ طب انتي هتتجوزي ازاي كده؟ طب انتي مش شايفة ان انتي مكبرة نفسك؟ والبسي لبس على قد سنك. ايه اللي انتي لابساه ده؟ طبعا البنات بتسمع الكلام ده حتى لو هي مش منتقبه ولا حاجه، هي بس لبست واسع، لابسه مثلا حاجات واسعه، لابسه خمار طويل، لابسه معرفش ايه، مطوله الطرحه ومش حاطه اي حاجه مثلا في وشها، انت كده بقيتي ستنا الحاجه. هي دي وجهه نظرهم، ان انت مادام وسعتي لبسك وبقيتي تلبسي حاجات فضفاضه ولابسه طرحه طويله، انت كده خلاص بقيتي ستنا الحاجه. بالذات بقى البنات بينهم وبين بعض نفس الكلام بيقولوه لبعض، بس بقى بطريقتهم هم. طب اصل كذا، اصل اللبس ده شكله مش عارفه ايه، اصل انت كده شكلك غريب قوي. وهم برضو دايما حاسين ان اللبس ده بتاع ناس كبيره كده، او لبس يعني مش لبس بنات، مش هينفع، وايه ده الطرحه طويله قوي، ده ممكن اقصرها شويه. فده حتى الحوار اللي بيدور بينهم. السؤال بجد للناس اللي دايما تقول لا لما تتجوزي ليه رابطين الجواز باللبس؟ هو كل اللي بشعرهم مثلا اتجوزوا؟ او كل اللي لابسين مش كويس يعني اتجوزوا؟ كل المحجبات والمنتقبات مش لاقيين عرسان؟ ليه؟ ايه العلاقة؟ عايزة اقول حاجة اصلا، يعني العريس اللي هيجيلي عشان شكلي وعشان اللبس ده انا مش عايزاه. العريس اللي هيجيلي عشان انا حاطة ميك اب ولابسة محزق وملزق وعاملة الحاجات دي كلها انا برضو مش عايزاه. العريس اللي اهم حاجة عنده المظهر والشكل الخارجي ده برضو ما يلزمنيش خالص. مش ده خالص اللي هيبني معايا بيت مؤمن وصالح. مش ده اللي هحس ان انا اتمنته على نفسي وعلى بيتي. مش ده اللي انا عايزاه يبقى ابو عيالي. انا عايزه اللي يجيلي عشان اخلاقي، تربيتي، سمعتي كويسه، تعليمي كويس، مكانه كويسه مثلا. الحاجات دي كلها عندي اهم بكتير. وحتى لو انتوا كلامكم صح وان هي واحده مش هتتجوز الا لما تلبس وتظبط وتعمل وتلفت انتباه الشباب اللي حواليها، يبقى خلاص مش مهم اتجوز خالص لو هو ده الطريق الوحيد اللي هتجوز بيه. المهم ابقى راضيه ربنا وابقى راضيه عن نفسي وعن لبسي. لما اقف ابص في المرايه ما اتكسفش من نفسي، وابقى خايفه اقابل ربنا في اي وقت. ما بقاش خايفه حد يبص عليا، او حاسه ان حد بص عليا بصه وحشه بسبب لبسي، او عكسني بسبب لبسي. ده غير بقى ان اصلا في عرسان كتير بتروح للبيت بس عشان لابسه خمار او لابسه نقاب او لبسها كويس، يعني في بيروحوا بس عشان النقطه دي. وفي كتير جدا بيروحوا عشان لابسه نقاب وسمعتها كويسه. بالعكس، انا اغلب المنتقبات اللي اعرفهم بيجيلهم عرسان من بدري قوي، فالنقاب عمره ما كان عائق قدام الموضوع العرسان ده، بيجيلهم وهم صغيرين. كل ده في الاخر اصلا نصيب، يعني انتي مكتوبلك هيجيلك كام عريس، مكتوبلك هيجيلك امتى وهتتجوزي امتى، ونصيبك هيحصل ازاي باي طريقه بقى، عن طريق شكلك، عن طريق حد، عن طريق صدفه. كل ده مكتوب. يعني ما تفرحيش بالعدد. انتي ممكن يكون كل يوم بيجيلك عريس بس تأخري في الجواز. ممكن واحدة ما يجيلهاش خالص غير واحد وتتجوزه وتبقى سعيدة معاه، ويبقى هو نصيبها اللي ربنا كاتبه لها. فهو مش بالعدد. يعني ممكن واحدة، اعرف ناس كتير قوي يعني بتبقى خطابها كتير وكل شوية رايح جاي عليها حد ومش عارفة ايه، وسبحان الله بتتأخر في الجواز. ممكن واحدة العكس، ما يتقدم لهاش حد او واحد واتنين وتلاقي ما شاء الله اتجوزت بدري وهو نصيبها. سبحان الله، هو كله في الاخر نصيب ورزق. يعني ممكن اصلا نصيبك او رزقك ما يبقاش في الجواز، ممكن في حاجات تانية. يعني بلاش النظرة ان هو الجواز هو كل حاجة. احنا مش سلعة عشان نعرض نفسنا ونشوف مين اللي هعجب مين ومين اللي هيجيلي ومين اللي هيعمل. ممكن نصيبك في الدنيا يبقى فلوس، ممكن نصيبك يبقى نجاح في حاجة معينة، نصيبك يبقى في شغل معين بتحبيه وتكبري فيه، نصيبك ممكن يكون في سعادة، في راحة البال، في حاجات كتير جدا. مش بس النصيب والرزق، مش بس في ان الجواز وخلفة. انت ممكن تتجوزي وتخلفي وما تبقيش سعيدة في حياتك، وممكن ما تتجوزيش بس تبقي مرتاحة في حياتك وسعيدة، وربنا كرمك بحاجات كتير. فهو نصيبك هيجيلك وقت ما ربنا كاتبهولك. ما تحاوليش تسعي بطرق غلط، ما تحاوليش تدوري عليه، لان انت طول ما انت بتدوري عليه مش هتلاقيه. حاولي انت انجحي في حياتك وركزي في حياتك، خليكي مركزة في مستقبلك، انجحي في اي مجال انت فيه، اعملي لنفسك حياة، اعملي لنفسك كارير بجد كده وكيان لوحدك.
العريس مش كل حاجة. ما تخليهوش لما يجي يحس ان هو يعني خلاص انتشلك من ضياعة، ما تحسوش ان انتي مستنياه وان هو كل حاجة في حياتك. فلا، انا حياتي من غيرك ماشية وشغالة ومحققة ونجاح ومحققة كيان، محققة حاجات كتير في شغلك مثلا، في دراستك، في اي حاجة، في اي مجال بتعمليه، في اي حاجة بتدرسيها مثلا، حتى لو بره دراستك الاساسية. كل ده بيرفع من قيمتك جدا، بيرفع من قيمتك وبيخليكي في مكانة مختلفة خالص لما يجيلك حد ويلاقيكي كده، غير لما يجيلك حد يلاقيكي مثلا خلصتي دراستك وقاعدة بقى ما بتعمليش حاجة. حتى بعد كده لما تتجوزي مثلا وبعد شوية تحسي بفراغ او تحسي بملل وتقولي له انا عايزة اشتغل، هيقولك يعني ما انتي ما كنتي قاعدة، ما خدتيكيش بتشتغلي، وهتبدأوا بقى في نقاش وخناقات وحوارات. لكن لما يكون مثلا انتي بتشتغلي او انتي شايف ان انتي مثلا دارسة واخدة شهادات، ما ينفعش الحاجات دي تتركن، وهتعملي بيها في يوم من الايام وتبقي داخلة وانتي بالمبدأ ده، وشايفك قبل الجواز كنت كده، مش هيتناقش معاكي او مش هيتخانق معاكي ويعمل معاكي مشكله، او يبقى غريب عليه ان انت تقولي مثلا عايزه اشتغل او عايزه اعمل او عايزه ادرس او عايزه اخد شهاده معينه او كده. ففي الاخر انا بس نصيحتي للبنات: اوعي تتنازلي عشان خاطر حد او عشان خاطر اي حاجه، يعني مبادئك خليها ثابته. ما تعمليش حاجه خالص عشان خاطر حد، ولا يجيلك عريس يقولك البسي كذا وما تلبسيش كذا. انا معاكي ان لو بيقولك في الصح واقنعك بطريقة كويسة وانتي اقتنعتي وعايزة تعمليها عشان ربنا، تمام، لكن مش عشانه. يعني بشوف كتير تتخطب فيقول لها لا البسي كذا، البسي جيب مثلا، لا البسي خمارات وتلبس، لو فركشت معاه بترجع للبسها القديم. انتي كده ما لبستيش عشانه، ما عشان ربنا، لا انت لبستي عشانه. ما تلبسيش او ما تعمليش اي تصرف عشان حد، عشان اشخاص. اعمليه عشان نفسك، اعمليه عشان ربنا. ما تخليش حد يسيطر عليكي ويمشيكي. ما ينفعش تلغي شخصيتك وكل ما واحد يجي يطبعك بالطبع اللي هو عايزه. انت ركزي انت عايزه ايه، ونفسك تبقي عامله ازاي، شايفه نفسك المفروض تبقي في انهي مكانه. اعملي اللي انتي حاساه واللي انتي مقتنعه بيه واللي انتي عارفه ان هو صح، من غير ما حد يوجهك، من غير ما حد يمشيكي. لان هو هيمشيكي في الخطوبه، هيفضل ممشيكي على مزاجه في الجواز حتى لو في حاجات غلط. وهو لو في الجواز ليه حق وليه سلطه ان هو تسمعي كلامه او ان انتي تمشي وراه، لكن ملوش اي سلطه في ده وانتي لسه في فتره الخطوبه. ما تديهوش حق اكتر من حقه، ما تديهوش حاجه اكتر من اللي هو مفروض ياخدها. انت ليك ان احنا مخطوبين، لينا وقت معين بنقعد فيه مثلا في البيت في وسط اهلك، حتى لو بتخرجوا مع اهلك او مع حد من اخواتك او كده، مع حد محرم يعني. اكتر من كده انت ملكش انك تتحكم فيا او تتحكم في لبسي او تتحكم في طريقتي، تمشي حياتي، لا. عايز تقول حاجة بيني وبينك كده بطريقة كويسة، انا هعملها بحب، لكن مش اوامر. متمشيش عليا. انت لو قلتها لي بطريقة كويسة تمام، لكن ما تخليش حد يمشي عليكي حاجة وهو مش من حقه. انت دلوقتي في سلطة والدك، محدش يقدر يمشي عليكي، ملوش ان هو يتكلم، ملوش ان هو يمشيكي ويقولك اعملي والبسي، حتى لو هو بيقولك البسي صح، بس ملوش ان هو يديهولك اوامر. وانت برضه اما تعملي حاجة زي كده تعمليها بمزاجك. كتير قوي اللي بيروح لحد يقول لها لا انا عايزك تلبسي النقاب، هي مش مقتنعة بالنقاب، فما ينفعش هتلبسيه عشان حد، لا. انت مش مقتنعة بيه، خلاص وقت ما تقتنعي، وقت ما تاخدي القرار انت بنفسك ان انت تلبسيه البسيه. بس غير كده ما تسمعيش او ما تمشيش ورا كلام حد وانت مش مقتنعة. يا رب يكون عجبكم. لو في اي حاجة قولولي في الكومنتات برضو. يا رب يكون البنات استفادت من اي كلمة بسيطة قلتها، ويا رب يعملوا بالنصيحة دي، لان بشوف بنات كتير بتتعب قوي وبتعمل مجهود عشان حاجات مش مستاهلة خالص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.